مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي اذاعه بوير اف ام على الموجه 103.5. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون انا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، وزملائي بالكنترول والبث المباشر مروان وشيزر. ضيفي بالاستديو الدكتور بندوار عدنان محمد، اخصائي بجراحه الوجه والفكين. نحن وانتم رح نرحب بضيفنا. يسعد مساك دكتور. يسعد مساك استاذ، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا فيك دكتور، طبعا مشكور على الدعوه و مسرورين بوجودكم معنا. تسلم استاذي، مشكور. مستمعينا يلي حابب ينضم للبرنامج او اي حدا حابب يسأل، فيكم تنضموا للبرنامج عبر الرقم الارضي 429 101. فيكم عبر الواتساب عبر الرسالة 093 82 80 81 4. مشاهدينا عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير، فيكم بأي رسالة تكتبوا السؤال اللي بيخطر على بالكم بما يخص مجال السنية والفكين أو جراحة الوجه. رح نجاوب عليها طبعا. بثنا المباشر والأرقام واضحة على الشاشة. أغلب مراجعين العيادات السنية أو عيادات جراحة الوجه والفكين هن ردود الوجه والفكين. اليوم رح يحكي لنا عنها بشكل مفصل، والفئات العمرية اللي الأشياء اللي عم يراجعوا العيادات. دكتور بندوار، مين هن الأكثر عرضة أو الفئات الأكثر عرضة لردود الوجه والفكين؟ يعطيكم العافيه استاذي. بدايه بالنسبه للردود استاذ، في عندنا ردود انواع. في السنيه انه الاسنان لما يكون فيها رض، وفي ردود الوجه. بالنسبه بشكل عام اي فئه عمريه هي معرضه باعتبار السبب يختلف. اشياء ردود بتصير عند الاطفال غالبا من عمر المدرسه، باعتبار الاطفال يعني نتيجة المدرسة واللعب والشجارات الأطفال، فعم يصير أغلب الكسور عند الأطفال، كسور الأسنان طبعا. كسور الفك عند الأطفال كتير نادر، باعتبار نوعية العظم يكون نسميه، حتى لو في كسر نسميه كسر غص النظير، باعتبار يكون العظم لسه طري. بالنسبة للفئات الشبابية بيكون السبب يختلف. أغلب الكسور اللي بتصير بيكون مشاجرات أو حوادث، سواء سيارات أو دراجات نارية. عند الأعمار الكبيرة بالعمر غالبا بتكون الحوادث هي سبب رئيسي لكسور الفكين وحتى لكسور الأسنان. تماما. دكتور، كسور الفك الأكثر عرضة أي طرف؟ هلا في الفك العلوي والفك السفلي، أي الفكين هن الأكثر عرضة للكسر؟ بالنسبة لردود الوجه استاذي، باعتبار السبب غالبا يكون حوادث أو المشاجرات، فبيكون أول أشياء المنطقة هي عرضة للكسر بالوجه هو عظم الأنف باعتبار بروزه. المنطقة الثانية بالنسبة للفكين اللي بتيجي هي الفك السفلي، باعتبار هو بارز بعد الأنف، وباعتبار هو الفك المتحرك. صح. الفك العلوي هو فك ثابت. حتى الأسنان لما بيصير الكسر عم يكون الغاية بالعكس، باعتبار كسر الأسنان عم يصير بالمشاجرات غالبا، فالفك العلوي والأسنان الأمامية هي اللي عم تنكسر غالبا، بالأخص عند الأطفال. عم يراجعونا كتير من المرضى أنه الطفل عم يلعب بالمدرسة، عم يلاحقوا ورا بعض، فوقع وانكسر السنون الأمامي. فهون حسب الكسر وين بيكون. في عندي السن كامل انكسر، جزء من السن انكسر، السن اللي انكسر هو سن دائم ولا سن لبني. ففينا نحكي بالتفاصيل بشكل عام. إذا السن الانكسر للطفل استاذي هو سن لبني، طبعا الفرق بين الأسنان اللبنية والدائمة، أسنان لبنية هي اللي بتتم لبين ما تبزغ الأسنان الدائمة، هي اللي من عمر 6 سنة بتبلش تبزغ لعمر 13 سنة، هي الراحة الثانية هي آخر سنة عم يبزغ. خلال هالفترة إذا السن اللبني هو اللي تعرض للكسر وصار انخلاع كامل ما مسوي شيء، السن اللبني لا ما بيرجع لمحله، مثل ما أغلب الناس عم يجيبوا السن اللبني ودكتور عيد لي لمحله. السن اللبني ما بينعاد لمحله خلاص، إنه هو باعتبار الجذر يكون قصير، فلا حتى لما يكون الكسر على مستوى الجذر ما بيتعالج كمان. فيه عصب هذا دكتور؟ اللبني فيه عصب؟ اللبني فيه عصب استاذي. السن نظامي هو نظامي. مع العمر عم يصير امتصاص بالجذر نتيجة نمو السن الدائم. فمشان هيك العلاج ما عم نعالجه الا اذا كان كسر على مستوى تاج السن، كسر بسيط عم نحط حجوة جمالية للطفل مشان الحالة الاجتماعية. اما اذا صار انخلاع كامل للسن اللبني لا، ما بنسوي له شيء، بنخليه هيك. اما بالنسبة للسن الدائم اللي هي بتصير غالبا بعمر 6 ل 12 سنة، يعني المرحلة الابتدائية من المدرسة، فالسن الدائم له خيارات علاجية. السن الدائم لما يكون في كسر بالتاج بقسم من السن،
عم نظبطه بحشوة تجميلية. لما يكون عندي الكسر شوي كبير مشمول التاج والعصب عندي مكشوف، يعني عم يجي المريض عم يتوجع مجرد على الهواء او الاكل البارد او السخن عم يتوجع، فبده وقت علاج سحب عصب مع حشوة. اما اذا السن صار انخلاع كامل فيه، انه اجوا الاهل السن بايدهم، فهون في عندي خيارات شلون بدي. السن هو لازم يرجع للفك، ففي خيارات. المدة الزمنية عندي كتير مهمة. سائل الحفظ عندي كتير مهم. سائل الحفظ هو أفضل سائل موجود حاليا هو السيروم. في سوائل خاصة ما لها متوفرة بالمنطقة بصراحة، فعم نقول للأهل إنه يا بكاسة حليب احفظ السن أو بالسيروم، أو أحيانا عم نخبر إنه خلي الطفل يحط السن أو الأهل تحت اللسان بلعاب المريض، باعتبار فيها عوامل مناعية كمان. فإنه أهم شيء السن ما يكون جاف، ما يجف السن، باعتبار في الأربطة حول السنية إذا صار فيها جفاف بيصير فيها تموت، فعندي الالتصاق السن بيكون ضعيف. فنحن بهيك حالة لما يجينا المريض والسن معه، بدنا نغسل السن محلول فيزيولوجي أو السيروم، نغسل محل السن المقلوع كمان نغسله، اذا في غبره اذا في تراب بنظفه كويس، ونحاول نرجع السن ونحط جبيره. هالجبيره بتضل من اسبوع ل10 ايام حسب الحاله وحسب السنخ الموجود، وبيرجع سن طبيعي. اعتمادنا انه حتى الترويه الدمويه عم ترجع، اغلب الحالات ايش قد ما ردت بكير السن بهذا ما عاد يحتاج نسحب عصب او نعالجه كمان. اما اذا تاخر السن ل 24 ساعه، وقتها بنحط جبيره، مضطرين بعد اسبوعين نسحب عصب السن، يكون صار في تموت بالعصب. فهذا بالنسبة للخيارات الكسر الأسنان عند الأطفال. عند البالغين الخيارات هي مشابهة كتير استاذي. طبعا في حال انكسار الأسنان غالبا إذا على مستوى الجذر معالجة لوبية، حاليا مستخدم موتة فايبر مع التلبيسات، معالجات تطويل تاج. الغاية انه بنحافظ على السن تماما. دكتور، لو سمحتوا شوي نرجع لورا لحتى نفيد المستمعين، لانه ربما يكونوا في المستمعين جديد انضموا للبرنامج او جديد سمعوا، لحتى يعرفوا عن شو عم نحكي. موضوع جلب السن من قبل الاهل، هل هاي الحركة هاي صراحة بعد عدة لقاءات اجريناها معكم وصاروا مراجعين العيادات والحالات هاي يعني استجابوا الأهل الحالة هاي، لحتى نرجع شوي لورا الدكتور بندوار رح يحكينا عن هالموضوع هذا، لحتى اللي جديد انضم لنا واللي جديد مو سمعان هالموضوع هذا كمان محور مهم، يعني حابب نعيده شوي كمان ونكرره. هو الدرس بصراحة. تمام. لما يكون عندي كسر سواء سن أو سنين أو 3، بدنا نحكي بالحالة الانخلاع الكامل، إنه السن كامل وقع. لما يكون حتى نصف السن وقع استاذي، هالنصف السن فيني أحافظه نفسه، يعني عوض ما أعالج السن أحط حشوة، البقايا السنية نفسها بلزقها بمواد خاصة مع السن الموجود. فهيك بدي حافظ على اللون على الشكل، باعتبار السن الطبيعي يرجع لحاله. بس في حال انخلاع الكامل، هون اللي يهمني هي الفترة الزمنية، إنه الأهل ما يطولوا. يعني إذا يجيني مريض نص ساعة مقلوع، ممكن ما يجيني الساعة أو بعد 24 ساعة. والنقطة الثانية سائل الحفظ، إنه هالسن ما يتم جاف، ما يحطوها بمحرمة أو يحطوها بشيء. أسوأ شيء محلول ملئي أو حتى الماء الحنفية، يعني أضعف الإيمان. وسط رطب، يعني وسط رطب. أفضل شيء هو الحليب طبعا، لعاب المريض أو لعاب الأهل الوالد، يعني بيجيبوا. لما يجيبوا الدكتور بيتعامل مع السن معاملة خاصة، بغسل تم المريض، بعقم التم، إيش في غبرة، إيش في وسخ جوا الطم، جوا محل الانخلاع السن، لازم يتنظف كويس. هون في معلومة ما يصير الدكتور، هي معلومة للطباء طبعا، ما يصير أجرف انه محل السن في عندنا قطعه اسمها مجرفه، انه انظف حوالينا كتير. هاي بتشيل ايش في خلايا رباطيه موجوده، بتشيل لي اياها، فما بتساعدني بثبات السن. وتاج السن لما انظف السن ما بمسكه كامل، بمسكه من تاج السن، بحافظ على الجذر مشان الرباط يكون موجود تماما. فبس غسيل بالسائل الفيزيولوجي فقط بدون تجريف، لا بجرف السن ولا بجرف السنخ، وجبيره بعدها برجع السن لمحلها حسب وضع الطبيعي، وبحط جبيرة مشان تثبت لي اياها. وهالجبيرة للكل سواء عندي سن او 4 اسنان بدي جبيرة حكما تماما. والجبيرة بتتم من اسبوع ل10 ايام. دكتور، اذا كان في جزء من السن مكسور مع الخلع، في جزء من السن مكسور، شو يكون التدبير بهالحالة؟ انه جابوا السن عبارة عن قسمين تماما، إذا حسب محل الكسر. إذا الكسر بالقسم التاجي برجع الجذر نظامي، بحط جبيرة مستقبلا، بسحب العصب، أيوة. بحط وطة فايبر وبحافظ على السن. حلو. إذا شلنا هالقسم المكسور وكبيته راح احتاج غالبا لتعويض زرعة.
الزرعه هي عباره عن ماده صناعيه بتشابه الجزر اللي خلقه الله. فما دام عندي الجزر الطبيعي فبرجع الجزر. تماما. تكلفه اقل، نسبه نجاح اكثر، طبعا. وما في عمليه وما في رط. تماما. يعني مستمعينا ومشاهدينا اللي عم يسمعونا بالفترة المؤخرة، الأطباء المشكورين طبعا أطباءنا السنية، إنه أي طفل تعرض لصدمة أو رد أو انخلع السن، فالدكتور بندور كان عم يحكي عن هالموضوع هذا. طالب بالمدرسة كان أو بالشارع عم يلعب أو بالحديقة انخلع سنه نتيجة رد معين، بنحافظ على السن. بنحافظ على السن وبالطريقة حتى اللي نبعث راح. الأهل لما يجي إنه روح على محل الحادث دور لي على السن. حلو. إنه أستاذي العلاج وطريقة العلاج وطريقة التكلفة تفرق كتير يعني. أكيد. يعني المريض خليه يتعذب نص ساعة يروح يدور يجيب لي السن أعالج السن يعني بعد 10 أيام ولا كأنه هالطفل صار معه حادث. حلو. اما اذا سويت له عمليه زرع او عمليه جسر او عمليه تعويض، خلص انا في شيء صناعي فات للجسم هالطفل او هالشاب البالغ. تمام. فمشكله يعني. طبعا النتائج ما راح تكون افضل من السن طبعاً. الطبيعي. أكيد. دكتور، كسور الاسنان ايمتى تكون يعني ايمتى يعني مثلا لازم ينحفظ فيه، ايمتى بينكسر السن مثلا، ايمتى تقلعوه مثلا بخصوص السن، انه ايمتى تحتفظ فيه وايمتى تقلعوه؟ لما يكون عندي الكسر على مستوى التاج استاذي بحافظ على الجزر. الجزر هي عباره لنفرض اعتبرها الزرعه الطبيعيه الجزر، بس لما يكون عندي الكسر على مستوى الجزر فحكما هيك بدي اقلع القسم الغائر باللثه بالعظم. يعني لما يكون عندي اجاني المريض جايب السن جايب التاج مع نص الجزر ما بستفاد هيك حالي، فمضطر اسوي عمليه اقلع الجزر الموجود، وقتها اروح للطرق التعويضيه الثانيه اللي بنحكي عنها بعد شوي، عباره عن جسر او عن حاليا افضل خيار للتعويض السن المفرط هو الزرعه طبعا. تمام. وصلنا لخطه العلاج او علاج الكسور سواء كانت جراحيا، واحيانا بتلجأوا لانه غير جراحي مثلا تعالجوا هلا، وايمت بيكون تحت التخدير العام وايمت بيكون مثلا غير. هاي بالنسبه للكسور الفك. تماما. استاذي كسور الفك هلا بنرجع على كسور الفك. هلا كسور الاسنان خلصناها سواء عند الاطفال عند البالغين. تماما. كسور الفك في عند الاطفال وفي عند البالغين. اكثر منطقه شائعه هي كسور الفك السفلي استاذي، سواء منطقه الارتفاع او المنطقه الاماميه او منطقه المفصل الفكي بتصير. عند الاطفال غالبا بيكون ما في كسر، يعني عم يجيني الطفل في ورم كتير في وجع كتير، عم نطلب منه صور ما في كسر، لانه عندي عظم الطفل عظم رني كتير لين فعم يمتص القوه، على عكس عظم الشاب او الكهل. فهونيك يكون العظم عندي كثيف وقاسي فعم يتكسر بسرعه. والكسر عند الاطفال لما يصير عندي كسر نسميه كسر نظير، انه ما عم يصير كسر شقفه واحده، عم يتكسر من طرف من العظم ويبقى الطرف الثاني متصل، مثل الغصن لما هو اخضر اكسره فما بينكسر كامل، من طرف ينكسر والطرف الثاني يضل متصل. فحتى هذا بيكون علاجه اسهل، نسميه علاج محافظ. يعني غالبا اطفال ما نحتاج لصفائح الا بحالات طلق ناري او حوادث سير يكون في ضياع مادي، عندي وقت نحتاج لصفائح ممتصة طبعا، او اذا حطينا الصفائح العاديه مضطرين نشيلها بعد 6 اشهر مشان نمو الطفل، لانه نمو الفك عم يستمر للطفل فمضطر اشيل الصفائح. اما اذا تمت الصفائح بمحلها فبده يصير عندي تشوه او انحراف بالفك. هاي بالنسبه لكسور الاطفال. العلاج غالبا يكون محافظ. الخيارات هي كثير، نسمي احيانا رباط دائري او خياطه سلكيه للاطفال. للكبار استاذي غالبا بنحتاج في عندي خيارين، ياك علاج محافظ او علاج جراحي. العلاج المحافظ استاذي له اسطوبات، يكون عندي الكسر متبدل يعني مو بشده او تبدل خفيف او غير متبدل. يعني لما يسكر المريض اطباقه، انا يهمني بكسور الفكين اطباق المريض انه العضه تبعته لما يسكر المريض افحص انه العضه عم ترجع معي طبيعيه. اذا رجعت عضه فيني اعالج هالمريض علاج موضعي ضمن العياده بمخدر خفيف تسكين خفيف، والعلاج اقواس واسلاك. يعني اقواس واسلاك بس اربط الفك لمده 3 أسابيع لشهر، ربط الفكين. وطبعا المريض بيوضع تحت حميه سائله، شوربات سوائل، كله عن طريق الشلموني باعتبار التم مسكر ما فيه يفتح التم. هذا العلاج المحافظ. العلاج الجراحي لما يكون عندي الاطباق متبدل بشده او لما يكون عندي اكثر من كسر ما فيني اعالجه محافظ، فمضطر احط للطريق الجراحي. في هيك حالي بلجأ للتخدير العام لاستعمال صفائح مع اقواس واسلاك لا يستجيب المريض للعلاج. هذا بالنسبه للفك السفلي. الفك العلوي كذا شيء. الفك العلوي غالبا ينحط صفائح مع نسميه عمليه تعليق. يعني انا بكسور الفك السفلي استاذي الفك السفلي عم بربط الفك السفلي مع الفك العلوي اللي هو ثابت معي فصار مثل جبصين عندي. بس بالنسبه للفك العلوي ما فيني اربطه مع الفك السفلي. الفك السفلي بالاساس متحرك،
فبده يتحرك مع الكسر، فعم بضطر اربطه مع الجمجمه تماما. عن طريق عمليه الرباط دائري. عم بحط اسلاك عن طريق الجمجمه، الدرز الوجني الجبهي نسميه، ايوه بالطرفين عند الحاجب. عم بربط الفك العلوي فيه، فيصير عندي الفك العلوي متصل بالجمجمه هون، فهون عم يصير عندي ثبات. والفك السفلي بيكون محرر اذا ما فيكون فيه مشكله يعني. مزبوط تماما. إيه. حابب اذكر مستمعينا اللي عم يسمعونا هلا، انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا من راديو بوير على الموجة 103.5. مشاهدينا بكافة انحاء العالم على صفحتي الاذاعه بوير عربي وراديو بوير، فيكم تنضموا لنا. اي سؤال بيخطر على بالكم اكيد رح نجاوب على السؤال. الأخت إيفا علي أكيد رح نجاوب على سؤالك على البث المباشر. بوير عربي برسالة فيكم تكتبوها، رح نجاوب على سؤالكم وأسئلتكم. الدكتور بندوار أخصائي جراحة الوجه والفكين، عم نحكي عن موضوع ردود الوجه والفكين الأشيع سواء كان عند الأطفال أو الفئات والأعمار الأكبر. دكتور ذكرتوا موضوع التخدير العام والموضعي أكيد كله بالعيادة عم ينعمل، والعام يعني بيلجأ المريض حتى التخدير العام مثلا بيلجأ المريض للمشفى، وبيكون ايمت هالحالات هاي. التخدير العام استاذي لما يكون عندي كسور متعدده او كسر متبدل بالشده، ما فيني اشتغل بالعياده موضعي باعتبار يكون عندي الالم كتير كبير، او لما يكون عندي نزوفات شديده فمضطر اخدر المريض. لما نخدر المريض بنحط دكه بالبلعوم ما يصير استنشاق دم، وبدي اشتغل على الكسور المتعدده. احيانا بيصادفني كسور بالفك السفلي او بالفك العلوي مع بعض، احيانا كسور بحافه الحجاج. فحافه الحجاج مضطرين ندخل على العين مباشره، فبدي ارفع نسيج العين، احط شبكه تحت نسيج العين لما يكون في عندي كسور طلق ناري قويه. واحيانا عم يصادفنا الكسور عند الملاكمين، كسور العظم الوجني فقط استاذي. نعم. هذا الكسور ينعمل تحت التخدير موضعي، بس يفضل بالمشفى انه عم نسكن المريض تسكين، ما بنخدره بشكل عام باعتبار العظم الوجني هون كتير عظم قوي. فعند الرياضيين اكثر شيء سواء لاعبين طابه او ملاكمين عم يصير عندي كسر فك السفلي طبيعي وفك العلوي طبيعي، بس عظم الوجني لحاله مكسور هو متصل مع الحجاج، فعم يصير غور. فهالعمليه كمان لها صوات خلال من 24 ساعه لاسبوع فيني اتداخل بشكل علاج محافظ. العلاج المحافظ شو استاذي؟ هلا عظم عن طريق قطعه تسمى هوك، او عن طريق في تقنيات محدده ما بدي اذكرها علميا، انه فيني ارجع العظم خلال 24 ساعه لاسبوع، ارجع العظم لمحله يرجع عندي طبيعي بدون عمليه. اذا اهمل المريض لبعد اسبوع انه والله مجرد ورم او مجرد اذيه او رض، فوقتها مضطر افتح شق جراحي تحت العين، احمي العين، احط صفيحه او ارجع الكسر تماما. فعندنا باي ردود استاذي الوقت هو عامل مهم صراحه. الوقت. اما اذا اهملت المريض يوم يومين فصار عندي وزمي، صار ورم دموي، صار نزف، فمضطر اخذ المريض ليطيب الورم، والنتائج ما راح تكون مرجوه. النتائج ما راح تكون مرجوه باعتبار فتره الطريق الجراحي. انا الطريق الجراحي معناته الشق، معناته لا تواخذني احيانا في ناس بالحوادث، فتصور انت لما بتشق لوجه المريضه فبتفوت بحالة اكتئاب او حالة شيء ثاني نتيجة الندبة مزبوط. رح نفتح باب الأسئلة أكيد، والموضوع لساتنا عم نحكي فيه. الأخت إيفا علي عم تسأل، بنتي عمرها 14 سنة وسنها بيتحرك، الدكتور قال بس يروح الالتهاب بنخلعه، صح هالشي ولا في شيء تاني دكتور؟ حسب سبب الحركة، ليش عم يتحرك سنة 14 سنة، يكون عندي في سن لبني لسه باقي لهلا. يعني قلنا السن اللبني آخر سنة وين رحها، هو الرحة الثانية المؤقتة عم يضل عمر 13 سنة غالبا، أحيانا عم يضل عمر 14 حسب السن اللي يتحرك، هو دائم ولا مؤقت. إذا سن مؤقت خلص بده ينقلعه إجباري. إذا في التهاب، الدكاترة التهاب إنه هو مصطلح بصراحة، يعني أنا لما أعالج التهاب بالفك عم بغطي دوائيا، يكفيني جرعتين دواء، يعني يكفيني يوم أو يومين تغطي دوائي وأقلع، لأنه القلع هو أحد طرق العلاج. لما يكون عندي خراج، يعني عم نصادف المرضى الدكتور عندي خراج والدكتور ما عم يقلع لي، أنا لما أقلع السن عم بكون عم فجر الخراج تماما، بس مو مرحلة الاحتداد، فبدي أغطيه دوائيا 24 ساعة ل 48 ساعة يخف الفوعة الجرثومية عندي، بعدين بقلع السن. لأنه القلع هو خيار علاجي حتما. أنا إذا ما قلعت المريض ما راح يطيب على العلاج. فالفكرة هون وحسب سبب القلع، هو هل ترى إنه هل قلقلة السن متهدم، ولا في خراج بالسن، ولا في عندي التهاب نسج داعمي باللثة حوالين السن. أيوة. حسب السبب هو بدي أغطي دوائيا مع الدكتور حق، بس دوائيا مو لمدة إنه أغطي دوائيا إذا حالة إسعافية 24 ساعة ولازم أقلع. أما إذا المريض يتحمل أغطي الدواء لأسبوع ما في مشكلة وبعدين بقلع تماما. بس لما يكون عندي حاد مريض مو اخذ دواء فما يصير اقلع. والالم اللي عم يتحمله المريض اكيد، يعني الالم لما يكون في الم استاذي عم يتحرر عندي ادرينالين، ازيد الاذيه اللي عم يولد الادرينالين اكثر من اذيه الالم نفسها تماما. فلا بدي اعالج المريض انا اكيد جباري.
دكتور، ضمن سياق حديثكم حكيتوا عن موضوع العلاجات والمواد اللي عم تستعملوها سواء كانت المعالجة العلاجية أو الجراحية. ترى هالمواد يعني عم تستخدموها بمعالج الردود أو الكسور، هي متوفرة عندكم دكتور؟ يعني هالعمليات اللي حكيتوا عنها عم تجروها عندكم بالمركز أو بالمنطقة؟ بصراحة بالنسبة للصفاح هي موجودة متوفرة. بأول الأزمة تعذبنا بتوفير المواد، سواء صفائح الجراحية أو البراغي الجراحية أو الميشات الشبكات، كل أنواع. هي بالأساس لأن تصنع مادة ستانلس ستيل أو مادة التيتانيوم عشان يتقبلها الجسم، لأنه عند الأطفال في الصفائح ممتصة. هاي حاليا حتى بالشام ما في بصراحة صفائح ممتصة بنعيفها مشان ما نعرض المريض لعملية تانية. حاليا ما في. فالصفائح قد ما كانت نوعيتها كويسة استاذي، نسبة ستانلس ستيل عندي 99% أو أكثر تكون مادة نقية، فما يكون عندي إنتان. للأسف توفرت مواد انتاج غير اشياء او طرق التعقيم غير نظاميه، فعم يصير انتان بالجرح. تمام. عم يجينا حالات كثير هيك. فعم ننصح المريض او الاطباء انه الافضل هو الاهتمام بالماده. التقنيه الجراحيه تلعب دورها. يعني انا كجراح فتحت عمليه معقمه، اشتغلت وحطيت صفيحه نوعيتها سيئه او صلابتها سيئه، فالمريض ما استفاد شيء، بالاخص بالاعمار المراهقه باعتبار القوه العضليه عندهم كثيره. الصفائح عندي فروقات، يعني يقول لك في صفائح موديل كذا موديل كذا، عم تجيب الصفيحتين مع بعض المرونه عم تختلف. الصفيحه كل ما كانت ثابته فعم ضايل معي اكثر، عم تثبت لي الفك اكثر. فهي نقطة يعني عم يراجعني كذا مريض مسوي عملية عند دكتور فلاني بمنطقة الفلانية، الكسر عم يتحرك، الكسر ما التحم، بيكون دراسة الحالة فيها شوية غلط. يعني هالصفيحة المرنة فيني استعملها لأعمار تانية للأطفال باعتبار ما عم يستخدم قوة عضلية كبيرة، للختايرة اللي ما عنده أسنان باعتبار ما عم يستخدم قوة عضلية كثيرة. هاي الفكرة يعني. أكيد. بس المواد متوفرة حاليا، كل شيء متوفر، وجميع عمليات الكسور عم نشتغلها بالمنطقة الحمد لله، سواء موضعيا بالمركز أو سواء بالمشافي. وعمليات نوعية حقيقة الحمد يعني. لله عمليات نوعية بنشتغل. رح أذكر مستمعينا قبل ما ننتقل للفقرة الأخيرة واللي هي نصائح وقائية. أي حدا حابب ينضم لنا أو يسأل 429 101 هو رقمنا الأرضي، فيكم تشيلوا السماعة وتنضموا لنا، أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4 برسالة عبر الواتساب. أكيد رح نجاوب على سؤالكم. أيضا مشاهدينا عبر البث المباشر بوير عربي وصفحة الإذاعة راديو بوير برسالة عبر البث المباشر، أكيد رح نجاوب على سؤالكم. دكتور، دائما وزبدة الكلام وزبدة الحلقة نصائح وقائية لمرضاكم، والموضوع محور الموضوع اللي حابين دائما نذكره الأطفال اللي يعني يصير معهم حالة خلع سن، شو بتنصحهم والنصائح العامة؟ هي مثل ما تفضلت، الوقاية خير من قطار العلاج بصراحة. فنحن ركزنا بالأول شيء الوقاية بتجي لما صار عندي المشكلة. أنا الطفل ما فيني أقول له لا يلعب أو لا يركض ورا بعض، فالوقاية هون تكون صعبة. هون الوقاية شو بتكون؟ بطريقة التصرف، انه الاساتذه موجودين، الموجه الموجود او المسؤول بالمدرسه. الوقت عندي غايه كتير مهمه، وسائل الحفظ. يعني هاي المعلومات صارت دارجه حتى بالعياده. احيانا المرضى العاديين انه نحن عم نجيب لهم، لما يجيني مريض يقول انا استاذ بالمدرسه او موجه، فدغري عم نفتح الموضوع انا انه بدنا هالوعي ينتشر. لانه عندي الطفل اذا بالاعمار الصغيره 8 سنوات استاذي ما فيني احط له زرع على عمر 16 سنه، فتخيل تم هيك، او بدي احط له طقم او تعويض مؤقت، فحرام. فانا هيك يعني حطيت الطفل بحاله نفسيه كتير سيئه. نعم. فعندنا الخيار الوقت هو اهم شيء، والخيار الثاني سائل الحفظ اهم شيء. وكوقايه بشكل عام يعني الوقايه هي الوقايه السنيه. نحن بننصح دائما هون، يعني الدكاتره اغلبهم يعني عم ننصح انه بالفحص الدوري كل 6 اشهر زياره عن طبيب، سواء في اعراض او ما في اعراض. لانه عندي المشكله تبدا من مشكله بسيطه، المشكله الكبيره صح. عم تيجي مشكله بسيطه. يعني التهاب لثه خفيف، مجرد جلسه ربع ساعه عم توفر علي جلسات من تجريف لثه، من قطع لثه، من خلع اسنان، من اشياء كثيره. نخر صغير عم يوفر لي، النخر الصغير اللي ما عالجته ربع ساعه 10 دقائق عم يوفر لي من سحب عصب، من تلبيس، من كسر سن، من خراج، عم يوفر لي من اكياس واورام طبعا. فالمتابعه الدوريه طبعا. ننصح مرضانا كلياتهم بالتفريش والمضمضه. تفريش ادنى شيء مرتين باليوم، الصبح ومساء، قبل النوم وبعد الفطور التفريش والمضمضه. نصائح بسيطه. والمراقبه الدوريه، انه اذا صار وجع خفيف او مراقبه الدوريه حتى قبل ما يكون في وجع، يفضل الطبيب يفحصه. تماما.
ألف شكر لكم على الاستضافة الحلوة دكتور والمعلومات القيمة. دكتور بندوار عدنان محمد، إخصائي بجراحة الوجه والفكين، بنتشكركم كتير. تسلم أستاذي، نتشكركم، يعطيكم العافية ويسلم ايديكم، وبتشرف الإذاعة الكريمة. شكرا يعطيكم لكم. العافية أستاذي. شكرا لحسن استماعكم مستمعينا ومتابعينا، وشكر لزملائي شيرين شيزر ومروان على طبعا تعبهم. كنت معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.